السلام عليكم. كاين نوع محتوى راه منتشر بزاف، حوّلت $10 $100 أو $1000 في أيام. الفكرة في حد ذاتها فكرة مغرية، مبلغ صغير نتيجة كبيرة في وقت قصير. المبتدئ يشوف في الرقم النهائي، ما يشوفش الطريق ولا الثمن اللي ممكن يخلصو باش يوصل لهذيك النتيجة. باش مبلغ صغير يكبر بسرعة لازم مخاطرة كبيرة بزاف، يعني الحساب يكون معرض يروح في أي لحظة. الحقيقة إنه ما كاين حتى سر مخفي، كاين تضخيم، مخاطرة وفقط. يعني ممكن تنجح لك مرة أو اثنين، لكن ما تقدرش تعتمد عليها كنظام ثابت لأن ما فيهاش الاستمرارية. هذا المحتوى راح يزرع فكرة خطيرة أنه التداول لازم يجيب نتائج سريعة. كي الواقع ما يكونش هكذا يبدأ الضغط الداخلي ويولي يتخذ القرار تحت تأثير العاطفة بدل المنطق. التداول مثله مثل أي بيزنس، أي مشروع ناجح يبدأ بخطوات صغيرة ومدروسة، ما يكبرش بالقفزات العشوائية، يكبر بالتراكم والانضباط. التداول راهو بيزنس. دونك إذا كنت حاب تتعلم التداول بطريقة صحيحة وما تبداش تتسرع، لازم كاين يوتيوب، كاين دورات، كاين الخير. ثانيا الفو با تريسكي بدراهمك في الديبي، لازم لك حساب تجريبي أو ديمو أكاونت. ثالثا لازم أهم شيء أنك تتعلم إدارة المخاطر اللي هي الصح، اللي هي اللي تفرق ما بين المحترف وما بين الهاوي. لأنه الهدف عند المتداول المحترف هو أنك تبقى عايش في المارشي. رابع حاجة وحكينا عليها من قبل، التداول يا جماعة ماهوش لعبة، ماهوش قمار. تداول راهو بيزنس، فيه ربح وفيه خسارة. أما تكون خسارتك محسوبة راح تروح بعيد. إذا استفدتم من هذه النصائح بارطاجيو الفيديو وربي يوفقكم جميعا. السلام عليكم.